السلام الأصدقاء ديالنا، مرحبا بالأصدقاء ديالنا، تحية للجميع. اليوم غنتكلموا على شنو هو السبب اللي كيخلي المغرب كيعاني مع هاد جارة السوء. المغرب ضحى بزاف في التاريخ ديالو، واللي خلاه كيعاني هو حسن المعاملة، وكان كيبغي الخير للجميع والمسلمين. ولكن كاينين شي نوع ديال الناس كيستغلوا ديك الفرصه ديال انك انت كتكون مزيان، وانك انت كتعامل مزيان. هما كيستغلوها، بالخصوص هاد الجاره هذه الشرقيه اللي كتسمى جاره السوء. حنا درنا معاها مزيان، وهي شنو السبب اللي خلاها دابا بانها تمادى في هذاك الشر ديالها؟ لان هي خلات لنا البوليزاريو باش حنا نبقاو مطايفين مع البوليزاريو، وهي باش حنا ما نهضروش على الصحراء الشرقيه، وما نهضروش على الحقوق ديالنا، باش حنا بحرا نتقاتلوا مع هذوك البوليزاريو. داكشي علاش هي ديما كدير راسها مظلومه، وديما كتحاول قدر الاستطاعه باش تبان مظلومه، وتبان بانها راها المغرب معدي عليها، والمغرب حاسدها، والمغرب وهو العكس بالعكس، والعكس صحيح. داكشي علاش الشر كيجي واحد النهار وكتبان الحقيقه، غيجي واحد النهاريات غادي ربي سبحانه وتعالى غادي يبين للمغرب الحق ديالو. لان المغرب كان ديما سباق للخير، وما كيبغيش يسبق العداوه، وما كيبغيش يتعدى على اي دوله، وكان هو المساند اللي كيساند الدول من تاريخ محمد الخامس رحمه الله. هو كان دار معهم واحد الجميل في الامم المتحده، هضر على الجزائر وقال خص الجزائر تحرر بزاف ديال التضحيات، ولكن كانت النتيجه هي هذه، هما انهم ردوا لنا هذا الخير، هذا ردوه لنا بالسوء. لان الانسان اللي خايب راه خايب، واخا دير فيه الخير. هاد النوع هادو راه واخا تقيل دير فيهم الخير، راه هما ما باغينش يعترفوا بالجميل، وما باغينش يعترفوا باننا المغرب انه فضل اعلى عليهم. باش هما راه ما خداوش الاستقلال، هما ما عندهمش حتى الوثيقه ديال الاستقلال، ولكن هذاك الشيء اللي ضرهم في قلبهم هو انهم ما عندهمش وثيقه استقلال، وما عندهمش الحريه. فرنسا هي اللي باقا كتحكم فيهم، وهذا داير لهم واحد الازعاج، هو اللي مرضهم، هو اللي ما مخليهمش مرتاحين، وكيشوفوا المغرب كيتقدم للقدام وكيزيد للقدام. داكشي علاش هما ديما كيكرهوا المغرب، وديما ما كيحملوهش باش المغرب يبقى ديما ما يبقاش غادي مرتاح في سبابهم هما. ولكن الحق كيبان. الخوت قالك ان الحق يعلى ولا يعلى عليه. تحياتي لخوتي، والسلام عليكم.